السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. خلاص هي ساعات قليلة جدا تفصل الأهلي وجماهيره عن الحدث الأهم تاريخيا. الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية مساء السبت أو فجر الأحد إن شاء الله تعالى الساعة 3 فجر الأحد. الكل يترقب الأهلي وإنتر ميامي. الأهلي ناوي يعمل إيه؟ وإيه شكل الخلطة اللي انتم ممكن تتوقعوا عليها كرة الأهلي في مباراة الافتتاح؟ وهل في مشكلة في التشكيل عند الخواجة خوزيه ريبيرو ولا لأ؟ والناحية التانية برضو انتر ميامي باصص للأهلي ازاي؟ كلها تفاصيل مهمة جدا. في اللحظات والساعات الأخيرة هقول لكم عن ملامح الكثير من التفاصيل. مبدئيا تمرينة الجمعة بالليل دي آخر تمرينة لمستر ريبيرو. هيحط التاتش الأخير بتاعه على التشكيل وعلى طريقة اللعب وعلى كل المهام التكتيكية للعيبة في الملعب. أقدر أقول لكم إنه في 3-4 لعيبة هم اللي موقفهم عالق شوية، بل ربما يكون مربك لحسابات المدرب، لأنه قلت لكم بيكهام على مستوى الدفاع اقتحم دماغ الراجل. اليو ديانج الراجل مقتنع جدا بيه. حمدي فتحي لاعب مهم جدا، وزيزو عنده الشغف الكبير وعنده الرغبة. اللعيبة يا جماعة في التمرينة الحماسة الشديدة اللي بينهم عالية جدا. الرغبة في المشاركة في مباراة الافتتاح وإثبات الجدارة مسألة كبيرة جدا عند اللعيبة. راجل ريبيرو بيفكر ازاي من غير ما نجتهد ولا نحاول نستكشف دماغه فيها ايه. هو الراجل بنفسه كشف عن نفسه. صحيفة آز الأسبانية الكبيرة عملت معاه حوار كويس، الراجل فضفض فيه بزيادة كمان. اللي يهمنا الوقوف عنده عند 5-6 نقاط مهمين جدا. النقطة الأولى إنه عنده تقدير كبير جدا للنادي الأهلي جدا، وهو حتى بيقول لك أنا هنا في كأس العالم أنا مش مصدق، أو ما كنتش أتخيل إن ده هيحصل. هو عنده اعتراف بانه مساره التدريبي في بداياته ما كانش لاعب كوره كبير، بس كان من كبار المدربين في العالم ما كانوش لاعيبه كوره على مستوى كبير. ودي مشكله عندنا هنا لازم نتشاف لها حل. في شباب كتير في التحليل بيقدم رؤيه وعنده فكره وعنده سنس ربما اكتر بكتير من لعيبه مارسوا. اتمنى ان يحصل ثوره كبيره في فكر المدربين، ويزجب شباب كتيرة مؤهلة ومثقفة ودارسة وعندها تحليلاتها اللي تقدر مع ستاف متكامل في التخصصات تقدر تعمل تيم وورك أو جهاز قوي يعني. المهم ريبيرو فيما يخص المباراة قال لك ان انت تشارك في حدث افتتاح كاس العالم وضد صاحب الارض دي مسألة مش سهلة ابدا. شفت كتير فريق انتر ميامي، اتفرجت كتير على ماتشاته الأخيرة. انه لعيبة بقيمة ميسي ولويس سواريز وجوردي ألابا. طيب كل دول لما تقول لي جوردي ألبا على بوسكيتس على سواريز على ميسي، انت قال لك لما يبقى قدامك عدد من اللعيبة زي كده ممكن الناس تقول لك كبار في السن، فعايز يقول لك بس الدهن في العتاقي ولسه الريحه فيها، لانه الناس دي لو لقوا مساحه يلعبوا هيتعبوا اي فرقه. فارجع واقول لكم فلسفه الراجل ازاي يقدر يخنق المساله والناس دي ما تاخدش فرصه للعب. قال لك ممكن يكونوا ما عادوش بيجروا زي الاول بس عندهم حلول اخرى. همي ومهمتي ازاي اقدر اتعامل معاهم. طب ناوي تعمل ايه؟ قال حاجة مهمة جدا. طريقة لعبي ومدرستي وفكري مختلف على اللي الأهلي عايشه بقاله 3 سنين. الأهلي بقاله 3 سنين عايش مع مارسيل كولر على سيستم لعب مختلف. طريقة الكرة بتاعت الأهلي كور طولية وبيلعب على الجناحين ويهاجم ورا الدفاع. قال لك أنا فلسفتي قايمة على الاستحواذ
وازاي اقدر انقل من الكرة من تحت واطلع بيها والفريق يلعب كرة. طيب هتعمل ايه يا عم؟ قال لك المسألة محتاجة وقت. ايه ده؟ طب وبعدين؟ قال لك صعب جدا اقول لك ان انا بين يوم وليلة الفريق هيستوعب الكلام ده، لكن التحول تدريجي، وشوية بشوية بعد كام شهر هنوصل للمستوى الكامل اللي انا عايزه. دلوقتي انا مهمتي ازاي نسبيا احسن الاداء واطوره في الشكل ده، يعني اخد من السيستم او من اسلوب اللعب اللي الفريق بيلعب بيه، اخد منه احسن حاجة واحسن فيه واعلي منه. عنده تقدير كبير قوي للاعيبة النادي الاهلي، وقال لك عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين، وده شيء كويس، يعني لا بيشتكي ولا يقول لك عايز صفقات زي ما الناس بتقول على لسانه. قال لك في كل خطوط اللعب عندنا عدد مميز من اللعيبة العاليين للغاية، عندهم خبرات كويسة. قال لك تم تدعيم الفريق بلعيبة رجعت له زي الو ديانج وزي حمدي فتحي وزي تريزيجيه وزي بيكهام. قال لك انه دول يرجعوا للتيم ده شيء رائع جدا، لان هم اولا عملوا اضافه كبيره، وثانيا ما هماش جداد ولا غراب على الفريق، فده الميزه انه الانسجام والانصهار سريع. النقطه اللي شايفها هو ليها تقدير كبير، النادي الاهلي قال لك انا جات لي عروض من تونس والجزائر ومن المغرب ومن النادي الاهلي، عرض الاهلي ما يتفوتش لاي حد عايز ينجح، بل ان الراجل بمنتهى العباره يا جماعه قال لك ده النادي الانجح في العالم. النادي الاهلي النادي الانجح في العالم. سر الجاذبيه التاريخيه بتاعته تكمن في حرصه الدائم على النجاح. ادارته دايما بتوفر للفريق كل حاجه، ودايما بتقدم للمدرب اللي هو محتاجه. فقال لك سر الجاذبيه الكبيره للنادي الاهلي تاريخيا انه مبدئيا هو الانجح في العالم. قال لك هو مش الاكثر بطولات ولا الاشهر في افريقيا، لا، في الشرق الاوسط كله هو النادي الاشهر. قال لك مفيش مكان تروحه الا فيه شعبيه وجماهير للنادي الاهلي الكبيره. يعني انا مش عايز اقلل قيمه الاهلي وان احنا نبص على حد تاني ونقول الناس اللي بتقول، صدقوني الحدث اكبر واعظم وارفع وارقى من ان انتوا تنشغلوا بناس تانية خالص. الاهلي في مكانه يستحقها، ويستحق انه لما ينشغل بمستوى الطموح ده ومستوى القيمه ديت. فخوزيه ريبيرو قال لصحيفه آز الاسبانيه ده عرض ما يتفوتش لما يجي لي النادي الاهلي. انا اشتغلت في جنوب افريقيا وعارف قيمه النادي الاهلي وتاثيره ومكانته في القاره، فانت بصدد الفريق الانجح في العالم. عدد بطولاته خلال سنوات التاريخ بتاعته 120 سنه تقريبا تخليك تقول انه ده انجح فريق في العالم، مستمر دايما في حظ البطولات، وبيعمل باستمرار انه اي بطوله يشارك فيها يكسبها. فقال لك انا بالنسبه لي هذا الوضع من جماهير الاهلي الكبيره والشعبيه العاليه اللي دايما مش عايزه من فريقها الا المكسب والبطوله، ده بيجدد الدوافع وينشطها جدا عند كل المدربين وعند اللعيبه. وهنا النقطه المهمه، لأنه شفنا ناس قبل كده اشتكت من إنه النادي الأهلي شعبيته أكثر من أن تطاق، على رأي رينيه فايلر السويسري، وإنه مش قادر يستحمل ضغوط الجماهير. وحتى بيتسو موسيماني قال كده، وقال كلام جديد كويس، موسيماني هرجع لكم فيه لأنه كلام مهم. إنما خوزيه ريبيرو قال لك لا، إنه في جمهور عايز مكسب على طول، ده شيء رائع جدا. سأل على نقطة مهمة كانت اترددت همسا أو البعض اعتبرها إشاعات، هو هل كان كريستيانو رونالدو مرشح للانتقال للأهلي؟ هل كان في ترتيبة إنه رونالدو يجي النادي الأهلي عشان يلعب الافتتاح ضد ميسي لما اتعملت القرعة؟ فهو الراجل قال لك
مفيش حد يقدر يرفض مدرب لاعب في حجم رونالدو، لكن الامور ما تتحسبش عاطفيه كده. احنا بنتكلم على قوام تيم، والناس لو كانت يعني الامور هتنتهي الى كده ما كنتش هعترض، لكن ده ما كانش مطروح، وانا ما رفضتش لانه ما اتطرحش بهذا الشكل. اي حاجه صلوا على رسول الله واعملوا لايك واشتراك في القناه، وقول لي ايه رايك في الكلام اللي حصل، ايه رايك في كل ما اتقال. هل النادي الاهلي انت الفتره اللي جايه انت شايفه بصوره عامله ازاي؟ نادي الاهلي نادي فعلا عظيم، نادي الاهلي قدر يجيب صفقات جديده فعلا 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 يستحق التقدير. والنادي الاهلي اللي قالوا عليه بخيل على كابتن محمود الخطيب، اما قالوا ده رئيس نادي بخيل، دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيوريهم هو قد ايه جاب صفقات عالية، قد ايه فعلا كل صفقة جايبها هو عارف هو بيعمل ايه. الراجل كان مرقد للصفقات وعارف يجيب الصفقات ازاي. طبعا يجي لك واحد يقول لك زي بلاش نقول اسمه، بيقول لك نادي الاهلي بيجيب صفقات يعني بفلوس من بره، ونادي الاهلي بيجيله فلوس تمويلات من بره. طبعا ده عيب جدا 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 اما يقول كلام زي ده. الكلام اللي زي ده نادي الاهلي بيعرف ازاي يخلص صفقاته. نادي الاهلي اعلاناته لوحدها تصرف على النادي. يعني انت لو اتكلمت عن الدعاية والاعلان في نادي الاهلي، الدعاية والاعلان لوحدها تصرف على النادي. لكن النادي الاهلي مش مستني ان حد يتكلم عليه يقول لك اللي النادي يصرف والنادي يعمل والكلام ده. ده عيب، اقول له عيب. اللي بيتكلم عن النادي الاهلي ده لازم يبقى عارف هو مين، تاريخ النادي الاهلي لازم يبقى عارف هو بيكلم مين. انت بتتكلم امام نادي الاهلي. نادي الاهلي يعني لما تتكلم علشان تقول نادي الاهلي بيجيب فلوس من الخارج، تبقى عارف ان النادي الاهلي بيدخل له كام من الاعلانات. يعني اتكلم في الاعلانات واعرف نادي الاهلي بيدخل له كام. قبل ما تتهم نادي الاهلي بحاجه اعرف نادي الاهلي دخله اللي بيخش له كام. لكن ما تقولش على النادي الاهلي كلام وخلاص وانت مش فاهم حاجه ولا عارف الدخل اللي داخل النادي الاهلي منين ولا فين. لكن لازم تبقى عندك يعني فكر قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي خلاص يعني الحمد لله كابتن محمود الخطيب قدر ينهي في صفقات، والنادي الاهلي هتشوفوه في الفتره الجايه نادي فعلا. الفتره اللي احنا شفناها الاخيره دي مش هتتكرر، الفتره دي بتتكرر كل فين وفين، ولكن المره دي كابتن محمود الخطيب لحقها. فاخواتي اتمنى انكم الفتره الجايه تساندوا نادي الاهلي. نادي الاهلي ان شاء الله انا شايف انه هو داخل يعني على كاس العالم. نادي الاهلي طموحه مش في افريقيا، في افريقيا السنه دي مهمه جدا جدا. طبعا لو افريقيا كولر خدها هيبقى بالنسبه له خد تاريخ وضاف لنادي الاهلي تاريخ، لان هو ياخدها 3 مرات والاول مره يبقى مدرب خدها 3 مرات وهو يكون كولر ان شاء الله. لكن نتمنى التوفيق للاعيبتنا الجداد مع الفريق بن شرقي تريزيجيه، نتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم، وان شاء الله النادي الاهلي المزيد منه في خير والجاي خير مع النادي الاهلي. يا اخواتي ارجو من كل اخواتي وحبايبي يا رب تكونوا بخير، وارجو منكم تدعموا النادي الاهلي وتشجعوه ان شاء الله في المباريات اللي جايه. وبحب اطمنكم النادي الاهلي بخير الفتره دي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى يعني افريقيا ان شاء الله كاس العالم بامر الله. النادي الاهلي هينافس على كاس العالم، ويا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على رسول الله واعملوا لايك واشتراك واشوفكم على خير. السلام عليكم. بحاجه اعرف النادي الاهلي دخله اللي بيخش له كام. لكن ما تقولش على النادي الاهلي كلام وخلاص وانت مش فاهم حاجه ولا عارف الدخل اللي داخل النادي الاهلي منين ولا فين. لكن لازم تبقى عندك يعني فكر قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي خلاص يعني الحمد لله كابتن محمود الخطيب قدر ينهي في صفقات، والنادي الاهلي هتشوفوه في الفتره الجايه نادي فعلا. الفتره اللي احنا شفناها الاخيره دي مش هتتكرر، الفتره دي بتتكرر كل فين وفين، ولكن المره دي كابتن محمود الخطيب لحقها. فاخواتي اتمنى انكم الفتره الجايه تساندوا نادي الاهلي. نادي الاهلي ان شاء الله انا شايف انه هو داخل يعني
على كاس العالم. النادي الاهلي طموحه مش في افريقيا، في افريقيا السنه دي مهمه جدا جدا. طبعا لو افريقيا كولر خدها هيبقى بالنسبه له خد تاريخ، وضاف للنادي الاهلي تاريخ، لان هو ياخدها 3 مرات، والاول مره يبقى مدرب خدها 3 مرات وهو يكون كولر ان شاء الله. لكن نتمنى التوفيق للاعيبتنا الجداد مع الفريق بن شرقي تريزيجيه، نتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم، وان شاء الله النادي الاهلي المزيد منه في خير، والجاي خير مع النادي الاهلي. يا اخواتي ارجو من كل اخواتي وحبايبي يا رب تكونوا بخير، وارجو منكم تدعموا النادي الاهلي وتشجعوه ان شاء الله في المباريات اللي جايه. وبحب اطمنكم النادي الاهلي بخير الفتره دي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى يعني افريقيا ان شاء الله، كاس العالم بامر الله النادي الاهلي هينافس على كاس العالم. ويا رب تكونوا بخير دايما. صلوا على رسول الله واعملوا لايك واشتراك، واشوفكم على خير. السلام عليكم.